كروان المهرجانات في مصر، من سواق على توك توك لأشهر مطرب مهرجانات في مصر. صاحب عمره خانه رغم إنه كان بيصرف عليه. اتجوز مرات صاحبه بعد ما اتطلقت على طول، وعمل منها بلوجر مشهورة. حكايات كتير بتتقال عن مطرب المهرجانات عصام صاصة، أو كروان المهرجانات زي ما بيسموه، واللي بدأ حياته سواق توك توك، وده عشان يعرف يصرف على بيته وأبوه وأمه. وفي مرة من المرات وهو بيندندن أغنية، كان راكب معاه صاحب استوديو تسجيل صوت، وقالوا انت موهبتك كبيرة ولازم تتشهر في يوم من الأيام وتبقى مطرب كل الناس بتسمع أغانيك. ولما قرر فعلا انه يسجل أول أغنية ليه، نزلت وكسرت الدنيا، وبعدها استمر في النجاح لحد ما بقى كروان المهرجان المصري. وبعد الشهرة دي كلها قرر عصام انه يكمل نص دينه ويتجوز، وكان قابل ساعتها البنت اللي شدته وأعجب بيها، واللي بقت بعد كده البلوجر المشهورة جهاد أحمد. وبعد محاولات كتير منه عشان يتعرف عليها ويقعد معاها، في عيد ميلاد واحد صاحبه واللي كان عارف إنها هتبقى موجودة فيه، راح وعارف يفتح معاها كلام ويعرض عليها الجواز. وبعدها وافقت وقرر إنه يتجوزها. بس قبل جوازهم وقعوا في مشكلة كبيرة، وكانوا هيروحوا في داهية بسببها. اتضحك عليهم من واحدة صاحبة جهاد، وقالت لهم انتوا تكلموا المأذون في التليفون وهو يقول لكم تعملوا ايه، وقولوا وراه وكده انتوا اتجوزتوا. وبالفعل كلموا المأذون، وساعتها صاحبتها صورتهم ونزلت الفيديو ده على السوشيال ميديا عشان الدنيا تتقلب والجمهور كله يقوم عليهم. وكل ده عشان كانت جهاد متخانقة مع صاحبتها. وساعتها قرر عصام انه يتجوزها ويروح لأهلها ويدخل البيت من بابه ويعمل لها فرح كبير ويعلن قدام الناس كلها انها بقت مراته. بس برضو الدنيا قامت عليهم وما قعدتش، وده لأن الصحافة والميديا بدأوا يطلعوا إشاعات إن جهاد كانت متجوزة من صاحب عمر عصام اللي اسمه ياسر جيكا، وإنه بمجرد ما طلقها عصام اتجوزها على طول وما كدبش خبر. لكن طلع بعدها عصام وكدب كل الكلام اللي اتقال، وقال إنه أول جواز لجهاد، وإن ابنهم رحيم أول ابن ليها، وإن الناس بتحب تجري ورا الإشاعات. وفي عز الشهرة والنجاح اللي حققهم صاصة، جات له الضربة من صاحب عمره واللي كان هو بيصرف عليه زي ما قال، وراح صاحبه ملفق له هو ومراته قضية تزوير، وساوموا على 1,000,000 جنيه عشان يحل المشكلة دي. لكن لما دخل الطب الشرعي وبدأ صاحبه ده يحس إنه خلاص هيخسر القضية، نزل المبلغ ل100,000 جنيه. لكن عصام رفض ومدهوش أي حاجة وخرج منها زي الشعرة. ولما سأل صاحب عمره اللي هو كان أكبر منه في السن، هو أنت ليه يا صاحبي عملت معايا كده؟ هو أنا قصرت معاك في حاجة؟ كان رده إنه في مرة من المرات غلط فيه وشتمه بأمه، وساعتها قرر ينتقم منه. وبعد جواز عصام وجهاد، الدنيا والفلوس جريت في إيديهم. قررت جهاد مراته تقلع الحجاب وقررت تبقى بلوجر، وشكل لبسها اتغير والناس بقت مستغربة ده، وربطوا ده بإن الفلوس جريت في إيديهم. وعلى الرغم من كل ده، فيديوهات جهاد بقت مكسرة الدنيا على التيك توك، وعصام كل يوم شهرته بتزيد وجمهوره بيزيد أكتر وأكتر، ومشاهداته بالملايين على يوتيوب وكل مواقع التواصل الاجتماعي. ده غير أغانيه اللي منتشرة في تكاتك وحواري مصر. في النهاية مستنيين نشوف آرائكم وتعليقاتكم، وما تنسوش اللايك واعملوا فولو لصفحتنا على فيسبوك واشتراك لقناتنا على يوتيوب. سلام. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.